الصعيد، الاهتمام بالصعيد باعتباره كان مهملا من قبل يعني انا كنت شايف مثلا ان الصعيد بيتم التعامل معاه باعتباره من الدرجه المواطنين الدرجه الثانيه، يعني كانت الحكومه تنظر دائما الى الصعيد كده، وبالذات في القرى يعني ملف امني اكتر يعني. بالظبط كده، وخصوصا تزكيه الازمه الطائفيه، تذكير الناس الطائفيه في الصعيد واللي ما كانش فيها حاجه دلع، مثلا مش موجوده في القاهره مش موجوده في اسكندريه ولا بورسعيد. دائما المشاكل الثقافيه انا شايف دوت امر مقصود ومدبر ومخطط ويتم التعامل معاه بشكل منهجي جدا، ولا يكون امر عفوي ابدا. وحضرتك اللي هو التنفيذي دي موجود زي ما كان حياتي وشفت يعني المسائل ما فيهاش هذا الجو المشغول، وان في جو امني في حاله دائما الامن يسيطر على الكنيسه ويسيطر على الجامع ويسيطر على الامه ويسيطر على الشيء ويسيطر على اعضاء الشعب هو الذي يدير الانتخابات. احنا نحمد ربنا ان هو يعني ساعدنا ان نقضي على هذه الدوله البوليسيه تماما، ونستعيد مع دوله العدل والحريه والتقدم، دوله تقوم على مبدا تكافؤ الفرص الحقيقي، دوله تقوم على ان الانسان هو انسان بدل ما كان له كان حق او يجري او يستعبد او يتآمر عليه. زي ما بقول انا محتاج ان انا اسمع بشكل كويس جدا، عايز اي حاجه من الكتاب ما يتعلق برؤيتكم، يعني انا نفسي يبقى في برنامج الحزب الاهتمام بصعيد مصر، كيف يتم الاهتمام بصعيد مصر، يعني في النهايه يعني لما يجي في النار غير ممكن حد يروح مثلا يروح عمل خزاوي وهو راجل اصلا من المنيا فيقعد يكتب. يعني انا مثلا حضرت مؤتمر هذا فالناس استفادوا 10 انا استفدت كده من الكتاب ده، يعني مش عايز اسمع خلاص بقى احنا محتاجين نسمع ايه ممكن الحزب يقدمه، وايه ممكن الافكار اللي ممكن تتحط بحيث انها تبين كفاءتها فيما يتعلق بالموقف من التعامل الدوله مع الصعيد ومن